اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات سلسله ما لا يسع المهندس جهله. اليوم انا بتكلم معاكم على اكسبريشن دايما بنسمعه وبنكتبه في ايميلز، في برزنتيشن. حد يجي يتكلم عاوز يصف شغل هو بيعمله، يجي يقول لك ايه ده efficient and effective. كلمة efficient و effective هي كلمتين جايين من كلمة efficiency و effectiveness، وكل كلمة ليها ترجمة. يعني efficiency اللي هي الكفاءة، وال effectiveness اللي هي الفعالية أو الفعالية. لما احنا بنقول كلمة efficient احنا بنتكلم على cost، بنتكلم على فلوس. فلما اقول لك دي efficient معناها ان انا بقضي او انا يعني بنفذ باقل تكلفه. فخد بالك كلمه efficient لوحدها دي لا تجدي، لازم تكون efficient and effective. لان الافكتيف هي القدره على تحقيق الهدف. يعني انا مثلا انا دلوقتي عاوزه انور الاستديو ده، فبجيب لمبه. اللمبه دي لمبه تنجستن اللي هو النظام القديم. اللمبه دي ممكن تنور لكنها مكلفه. دي كده افيشنت ولا افكتيف؟ اللمبه دي في الحاله دي هي افكتيف نوت افيشنت. طب انا بقى شلت اللمبه دي وجبت لمبه ليد، بقت افكتيف وبتستهلك كهرباء اقل، بنصرف اقل، تبقى افيشنت. يبقى كلمه افكتيف وافيشنت القدره على تحقيق الاهداف باقل تكلفه. فالكلمه دي حلوه قوي. بدل ما نقول القدره على تحقيق الهدف باقل تكلفه فبنقول ايه؟ efficient and effective. وفي امثله كتير عندنا في المجالات بتاعتنا. مثلا مثال الصيانه، مثلا انا ممكن اصين كل يوم وازود الافيلابيلتي واعمل كل حاجه بس اصرف كتير، فكده نبقى انا effective not efficient. لكن انا لو صينت ورفعت الافيلابيلتي وخليت الاسيتس اللي عندي متاحه فانا كده effective، وصرفت قليل يبقى انا كده efficient. يبقى الفكره ان انا اكون efficient and effective. لو انت فهمت في الفيديو دوت الفرق بين كلمه efficient و effective، اكتب لنا في الكومنتس. لو انت عندك اي سؤال اعمل لنا لايك وشير، ولو انت عندك اي فكره لحلقه جديده حطها لنا في الكومنتس وممكن نخليها في الحلقات القادمه. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.